السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى معانا فيديو حلو أوي يعجبكم ان شاء الله. نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف احنا هنعمل ايه. الاسبونش اللي انا عاملاه ده طالع ما شاء الله حلو أوي. في فيديوهات كتير هعملها لكم بقى بكل المقادير، يعني ب4 بيضات، ب5 بيضات، ببيضتين، ب3 بيضات ان شاء الله مع بعض. يعني انا عجن الاسبونش ده مقاس 20، حلة مقاس 20 ب3 بيضات. ما شاء الله شايفين الاسبونش عامل ازاي؟ انا قربته على الكاميرا عشان تشوفوه. الاسبونش دوت هيدينا 4 طبقات على رقم 8. 3 بيضات خارجين من التلاجة يكونوا كبار، كوباية ونص دقيق، معلقة محسن صغيرة، نص كوباية سكر، نص كوباية مية متلجة، رشة فانيليا، معلقة نشا، يا فانيليا يا خل، حاجة من الاتنين. بحط حاجة من الاتنين بس انا بحب احط الفانيليا اكتر يعني. معلقة بيكنج باودر صغيرة او نص معلقة بيكنج باودر صغيرة. ادتني 4 طبقات على رقم 8. هشتغل ب3 طبقات وعين الطبقة الرابعة مش محتاجاها، هبقى اعمل بقى اي حاجة. التورتايه دي هتاخد مني كوباية الا ربع كريمة. بضرب انا كوباية، يعني بضرب كوباية واللي بتفيض بعينها في الفريزر بضرب عليها كريمة تاني. ضربت كوباية الكريمة عليها نص كوباية سكر، عليها كوباية ونص مية، معلقتين كريمة باستر، لان الكريمة الباستر بتخلي الكريمة تبقى متماسكة في الحر ده، بتبقى حلوة، بتقل الكريمة وبتديها طعم حلو. ما شاء الله ال3 طبقات حلوين. هحشيهم بقى كده صوص فراولة، هي مطلوبة بيضة، وهحشيها بقى من جوه صوص فراولة عشان من بره مش هيبقى فيها اي صوصات ولا حاجة. بتحط كوباية ونص مية او كوبايتين مية، لان انا الكريمة بتاعتي اللي انا بشتغل بيها المتحدة، انضف كريمة اللي انا بجيبها ب150 جنيه، ب250 الكيلو، بشتري الكيلو ب250. فبحط ساعات كوبايتين مية لان هي ما شاء الله بتبقى حلوة بتاخد مية. بس احط كوباية ونص الاول عشان خاطر الصيف وكده فما تبقى سايحة معاكي. بس لما بحط لها المية مرة واحدة، يعني مثلا لما بحط كوبايتين مية واسيبها، بحس ان الكريمة القوام بتاعها بيزيد معايا، القوام بيكتر معايا ويبقى حلوة. غير ما برجع ازودها بقى شوية بشوية كده بحس ان هي ما بتعلاش معايا، معرفش ليه. لكن لما بحط كوبايتين مرة واحدة بتبقى تقيلة وبلاقيها ملت الحلة بتاعت العجين. لقيت بقى افضل طريقة ان انا اجلس التورتيه بالطريقة دي، اعبي كريمة في القرطاس واروح مجلساها كده. اسرع طريقة واسهل طريقة ليا بقى ايه. الاول كنت بقعد اضغط بالسباتيولا، دلوقتي بحس ان انا بنجز وقت وكده. الكريمه طبعا عشان تقيله بتتجلس معايا بكل سهوله، والتورتيه بتطلع ما شاء الله ما فيهاش غلطه. حاول بقى الحتت اللي هي ما فيهاش كريمه هحط لها الكريمه اللي تفيض منك على طول تشيلها تحطها في الفريزر. التورتيه دي مقاس 20، 3 طبقات، هطلعها ب150 جنيه. عاوزة انت تطلعها اغلى من كده طلعيها، هي فيها شغل يعني كتير، فلو انت حابة تطلعها مثلا ب180 فهي حلوة اوي. بس انا بطلعها ب150 جنيه. سبتها بقى في التلاجة تشد كده شوية، حطيتها في الفريزر عمال ملون الكريمة اللي انا هعمل بقى الجزء التاني، عشان هعمل فيها جزء اصفر وكده. عندي صوص مانجا، ما عنديش اي الوان، فعندي صوص مانجا فهيلون لي يديني اللون الاصفر اللي انا عاوزاه يعني. لقيت اللون لسه فاتح فحطيت شوية كمان. حاول يكون الكريمة اللي انت هتحط عليها صوص المانجا يكون تقيلة، عشان الصوص المانجا بيخففها بيخليها خفيف. هجيب بقى التورتايه تاني كده بعد ما شدت معايا، حطيتها حوالي ربع ساعة كده شدت. بعد كده بقى احط الجزء ده بس. انا كنت عاملة الشكل ده منزلاه عندي على الصفحة واتطلب مني تاني، يعني انا كنت عاملاه قبلها بيوم واتطلب مني تاني رجعت عملتها تاني. شغلها سهل وما شاء الله عليها، كانت جميلة قوي. كده انا احط وردات كده صفرة صغيرة. بعد ما احط الورد كده احط الكريسبي برضو ذهبي. انا بجيب الكريسبي ابيض وانا بعمله بالطست كده. حطيت عليه شوية زيت وقلبته كده في بعضه، واحط بقى على حرف التورتايه بالراحة. الفرشة اللي عندي تكون رفيعة عشان تعرفي تتحكمي فيها.
هي بقى شكلها في الحقيقة احلى من كده بكتير، يعني مش باينة في التصوير، التصوير ظالمها. هخلص بقى كلها واوريها لكم. كده عملت الجزء اللي فوق، هعمل بقى الجزء اللي تحت اللي هو اللون اصفر. خلاص كده انا خلصتها. هحط بقى الكريسبيات. ده كريسب ابيض، سيبته كده، حبيت ان انا احط اللون الابيض كده لان هعمل وردات تانية بيضة، فحبيت ان انا اسيبه ابيض كده، مرضيش اخليه ذهبي. هحط بقى كريسب صغير ذهبي. 3 طبقات حلوين ما شاء الله. وزي ما قلت لكم فات طبقة كمان، يعني الطريقة دي حلوة قوي. ال3 بيضات، بس اهم حاجة يكون ال3 بيضات كبار. بضرب البيض مع المحسن مع السكر مع الفانيليا حبة كبيرة لحد ما الفوم بتاعه يعلى معايا. برجع احط نص كوباية مية، اسيبه برضو في العجان يتضرب كويس قوي. بعد كده بحط الدقيق معلقة معلقة، هو والبيكنج باودر. بيديك نتيجة حلوة قوي للسبونج. ابتدت بقى التورتيه شكلها يبان لما حطيت لها كريسبيات كده ما شاء الله، كانت رقيقة قوي، شغلها حلو. الحته دي اتقطعت بقى وانا بحط الورد الابيض. حطيت شويه كريسبيات كده في النص، واحط واحده كنده. انا كنت فاكره ان انا بصور، بس كانت الحته دي اتقطعت. دي كان بقى شكل التورتيه النهائي. يا رب يكون عجبتكم ويكونوا استفدتوا باي حاجه ان شاء الله. استنوني بقى في فيديوهات جديده، متنسونوش باللايك، ومع الف سلامه.